السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنت هاوي مبتدئ أو لو أنت هاوي محترف فالنصيحة دي مهمة جدًا ليك. لمّا تيجي تختار قفص عشان تربي فيه طيور أيًا كان نوعها، لازم القفص يكون مناسب في المساحة بحيث إن طيرك يقدر يعمل الحركة اللي أنت شايفها في الفيديو دي. حتى لو طيرك ما بيقدرش يعمل كده، فاختار القفص اللي طيرك يقدر يعمل فيه كده. الطيور ما بتحبش القفص اللي بيبقى مليان وقّفات ومليان مراجيح ومليان لعب. الحاجات دي الطيور بتحبها لمّا تبقى برّه القفص، في حالة الطيران الحُر، إنّما داخل القفص الطير سلوكيًا بيحب دايمًا يكون عنده مساحة للحركة، يُفضّل إن القفص يكون فيه وقّافة واحدة وتكون في مكان في أقصى اليمين مثلًا، وتكون الأكّلات المسقى في أقصى اليسار، عشان يبقى في مساحة للطير يتحرّك، لإن دي تعتبر إحدى أنواع الرياضة اللي بتعلّي من مناعة العصفور، وبتخلّي جسمه دايمًا يبقى ممشوق وبتبقى صحته كويسة وإن شاء الله بإذن الله تاخد منهم فروخ ممتازة وبصحة جيدة جدًا وتوفّر عليك حاجات كتير جدًا، زائد إن أنت هتنسى تمامًا مشكلة التشحيم والتلييس لمّا يكون القفص مناسب وفيه مساحة كويسة لطيورك تطير فيها، وشكرًا ليك.